العقود التي يبرمها الأفراد لا تكون دائما عقودا بسيطة، لا تتناول إلا عملية قانونية واحدة، بل تكون في بعض الأحيان مركبة تنطوي على عمليات قانونية متعددة. فقد يبرم الأفراد عقد بيع أو عقد إيجار، وهو عندئذ عقد بسيط ينطوي على عملية قانونية واحدة، ولكنهم قد يبرمون عقودا أخرى تنطوي على عمليات قانونية متعددة، ولكنها مع ذلك معاملة واحدة أو صفقة واحدة. فالعقد الذي يبرم بين صاحب الفندق والنزيل عقد مركب بهذا المعنى، فهو يتضمن إيجارا للغرفة التي يشغلها النزيل، وبيعا للأطعمة والمشروبات التي يستهلكها، ووديعة بالنسبة لأمتعة النزيل التي يحضرها إلى الفندق. كما يتضمن أيضا الاتفاق على تقديم خدمات ليست مما سبق ذكره. وفي مثل هذا العقد المختلط أو المركب تطبق على كل عملية من العمليات القانونية التي يتضمنها الأحكام الخاصة بها، فتطبق أحكام الإيجار على ما يتعلق بطبيعته في العقد، وأحكام البيع، وهكذا. وقس على هذا أي عقد مختلط آخر تختلط فيه العمليات القانونية الالتزامات العقدية، وتتنوع الأحكام بتنوع واختلاط وتداخل العمليات القانونية في شروط العقد ومستلزماته.